منورانا يا مورا. تعملي لنا ايه النهارده؟ بطاطس محمره ومفاجاه بقى في ناجتس كمان. يا سلام يا سلام. انت عارفه الاكله دي فكرتني لما كنا صغيرين، كنا نتلم حوالين ماما كده وتروح مقطع لنا البطاطس وتعمل لنا جنبها البانيه. ده كان بيبقى احلى يوم، كاننا خارجين. ايوه فاكره كنا بنبقى مبسوطين ازاي. فاكره طبعا. يا مورا، الواحد نفسه يرجع تاني طفل كده ويتنطط في البيت ويبقى مش شايل هم اي حاجه. ولا بنسأل هناكل ايه ولا مين هيعمل لنا اكل ولا الطلبات جت ولا العيال عندها مذاكره والبيت اللي عايز يتروق. ده كميه حاجات ورانا. زمان الواحد ما كانش بيحس باي حاجه. انت عارفه انا احيانا بحس ان انا لسه جوايا الطفله دي اللي عايزه تصرخ وعايزه تعيط. نفسي قوي ارجع طفله تاني. طب بقول لك ايه، يا سوزي جايه امتى؟ هتلحقي تخلصي غدا قبل ما تيجي؟ تعالي قومي ساعديني. طيب يلا تعالي. يلا. فين بقيه الحاجات؟ منورانا. شكرا يا ساره. قهوتك ايه قولي لي؟ لا انا ممكن اخد ميه بس. ميه؟ متاكده مش عايزه قهوه؟ طيب اتفضلي. ميرسي. مورا قهوتك ايه؟ قهوه وحطي عليهم لبن بس من غير سكر. تمام. حبه لبن صغير، ما تمليش الكوبايه قوي، خليها نصها كده. طيب انا هقول لك لحد ما تقولي لي كفايه. بس كده تمام. انا برضو اخد شويه. ممكن حبه لبن. تمام. دي القهوه دي حلوه مستورده، فكري. ما انا اصلي مش عايزه عارفه تاني انت بتقولي قهوه صب النهارده. نفسي كده، افتكرت نفسي وانا صغيره انا بحاول عشان ما دلدقش اللبن حوالين الكوبايه. انا شايفه كمان بطاطس وبانيه. الاكل اللي كنا بنحبه واحنا صغيرين. بالظبط بنرجع ذكريات الطفوله. الطفل اللي هو ملوش دعوه بايه الصحي وايه اللي مش المهم، ايه طعمه وايه اللي انا عايزه اكله. الاكله اللي احنا بنتبسط بيها. ايوه. وده بقى يجي منه ايه اللي يمنعني اعيش طفله لما كبرت؟ سؤال إيه؟ حلو قوي. الواحد كده عارفه اللي بيبقى من الوقت للتاني كده يحس ياه على ايام زمان لما كانش شايل هم حاجه ولا بيفكر ايه اللي قدام او ايه اللي يحصل. بابا وماما شايلين كل حاجه، اكل وشرب وكل حاجه في البيت. فايه اللي بقى اللي يمنعني ان انا اعيش عشان كبرت؟ يعني بدفع الثمن ان انا كبرت دلوقتي. جوه كل حد فينا في طفل على فكره. ايه اللي يمنعها بقى؟ يعني ايه اللي يمنعها انها تطلع؟ احنا عندنا كل واحد جواه طفل وجواه واحد كبير. الكبير بقى كاتم على نفس الطفل اللي جوه. يا فعلا. يعني انا عندي جواه سوزي الكبيره وسوزي الطفله. سوزي الكبيره دي بقى كاتمه على نفس الطفله دي اغلب الوقت. اوكي، دي زي الاخت الكبيره والصغيره اللي هي بتبقى شايله مسؤوليه اختها الصغيره، لا ما تعمليش ما تسويش، فبتبقى كاتمه على اختها الصغيره. دي يا حرام هي لغوا طفولتها اصلا. لما خلوها مسؤوله عن اختها الصغيره خلوها ما تعيش طفولتها اصلا. فدي هتلاقي الطفله اللي جواها بتصرخ اغلب الوقت وهي مش دريانه ان في طفله وما عاشتش طفولتها ومش عارفه تعيش طفولتها. انت عارفه انه ده بيحصل كتير قوي في مجتمعنا هنا، انه دايما الطفل الاولاني الكبير لما بيحصل اي حاجه مع اخواته هم ما لهمش دعوه، أو مش عايزه اقول مش بيتعاقبوا او مش بيتحاسبوا، لكن دايما يقول لك الاخ انت المسؤول عشان انت الكبير. ولو هم عملوا حاجه غلط فالكبير هو اللي يتعاقب او هو اللي يتلام او هو اللي ينتقد علشان ما خدش باله منهم. واوقات الام لما بتبقى عندها اطفال كتير بتبقى دايما شايفه ان مسؤوليه البنت الكبيره انها ترعى اخواتها وتلومها لو ما كانتش بتعمل كده. ده حقيقي. دي مشكله. دي مشكله كبيره جدا، وتقريبا في مجتمعنا الشرقي هنا ده العرف السائد يمكن في كل البيوت. ايوه. انه الاخت الكبيره او الاخ الكبير هو اللي بيبقى شايل الهم مش بابا وماما يعني. ايوه. ولما بيعملش كده ويبقى بيطالب انه يعيش طفولته يحس انه ده مش حقه. هو مش بيطالب، مش بيتجرأ يطالب يا حرام. صح. ممكن فعلا. هو بالعكس، ده انا بكبر شايفه ان انا عندي ميزه ان انا برعى اخواتي. انا بعمل حاجه كويسه وصح ومش ببقى واخده بالي ان طفولتي اتأذت. بالعكس ببقى شايفه كأنه هم وثقوا فيا، حملوني مسؤوليه، وده اذاني. بتلاقيني بكبر مسؤوله عن كل الناس اللي حواليا في اي مكان ابقى. ده حقيقي.
ده اكتر حاجه بتطبق على الاخ الكبيره، انا الاخت الكبيره. فدايما ببقى حاسه بمسؤوليه ناحيه اخواتي وناحيه اللي حواليا، اللي هو انا عايزه اعمل، حتى ناحيه جوزي على فكره. ساعات احيانا كتير بحس ان انا مسؤوله عنه، عن حياته، اسستم له الدنيا ومش عارف ايه، بس ده ما كانه طفل مش كانه راجل ايوه كبير. ودي حاجه مش بتبقى مش بايديا يعني، هي بتحصل كده. انا اختي اكبر مني بسنتين بس فاكره ازاي واحنا صغيرين كانت بتلعب معايا ماما والنونو، انا النونو بتاعها. ايوه وتدلعني وما اعرفش ايه، وهي فعلا دلوقتي تشعر انها مسؤوله عن اللي حواليها. هل ده بقى عايزه اقول مش عايزه اقول ضيع طفولتي، بس ما خلانيش اعيش الفتره السنيه بتاعتي وانا صغيره. ده هيأثر عليا بقى لما اكبر، زي المراهقه المتاخره كده، هيبقى عندي طفوله متاخره ولا لا؟ الطفله جواكي ما ماتتش، ومش عشان انتي كبرتي ما بقاش في طفله جواكي. الطفله اللي جواكي موجوده، والطفله اللي جوايا هي الطفله اللي بمواصفات الطفل الطبيعي. يعني الطفل دايما عايز يتشاف، دايما عايز يرضي اللي حواليه، دايما على سجيته. الامهات نبقى مكسوفين من عيالنا لو بيقولوا اللي جواهم زي ما هو كده قدام الناس. أيوة. فالطفل اللي جوانا هو اللي بيبقى على سجيته طبيعي، احنا بس بنبقى كاتمين على نفس الطفل. طب مش عيب وانا كبيره كده في اواخر الثلاثينات والطفله دي تطلع؟ يعني حاسه عيب. هيقولها عيب على سنك. يعني دي اقل حاجه هتتقال فعلا، عيب عليكي يعني. كأن اللي حواليا ما احترموش طفولتي، وانا كمان مش محترمه طفولتي. ما هي الطفله اللي جوايا دي مستنيه تعيش، ما عاشتش طفولتها وهي صغيره، لسه مستنيه حد يخليها تعيش لغايه دلوقتي. عارفه يا سوزي كده، يعني ابسط حاجه الطفل وهو صغير لما بيعيط عادي، مش بيفرق معاه حد بيشوفه بيعيط، بيبان ضعيف، مش بيفكر، هو جواه مشاعر، خايف، قلقان، ايا كان ايه المشاعر فبيعيط. احنا دلوقتي بقى جوانا الطفل ده جوانا بيعيط. ايوه. فاللي هو طب ايه اللي ناقصنا علشان نتحرك او يعني نخرج الحاجات اللي ناقصانا من واحنا صغيرين؟ الطفل بيعيط لما يبقى محتاج حاجه وما بيعملهالوش. ممكن. فواحنا كبار لو انا عندي احتياجات مش متسدده، الطفل اللي جوايا لسه بيعيط. مش معنى ان عندي احتياجات مش متسدده كانت زمان يبقى دلوقتي اختفت. لا، احنا بنتولد عندنا احتياجات نفسيه كتير جدا، زي بالظبط ما احنا محتاجين احتياجات جسديه. انا محتاجه اكل والبس والعب رياضه وارتاح واخرج وانبسط، كلها حاجات جسديه محتاجه جسمي ونفسية محتاجه. بقى كمان نفسيه بقى اخرج وانبسط، اتحضن، يطبطب عليا، ايوه، تقدر، برافو عليكي، اتشجع، يقول برافو انا فخور بيك، او انا فخوره بيكي ان انت عملتي ده. ايوه، ده كلام، او انت محبوبه، اتحب زي ما انا على طبيعتي. مش لازم اكون بعمل حاجه عشان اخد المقابل بتاعها حب او تشجيع او رضا في عين بابا وماما. حقيقي. يعني لما كان يتقال لنا كملي طبقك عشان احبك، هاتي الدرجه النهائيه عشان احبك، ولما نرجع من الامتحان جبتي كام؟ 9 من 10 يا ماما. في حد في الفصل جاب 10 من 10؟ فخلاص انا مش متقدر اللي انا بعمله، مش بتشجع، بالعكس. فالطفله اللي جوايا جعانه للتقدير والتشجيع، وانها تتشاف وتتحب ويتخاف عليا كمان، حد يخاف عليا ويسندني، ابقى مسؤوله من حد، مش طول الوقت احس ان انا اللي عندي المسؤوليه تجاه الاخرين او تجاه الناس اللي حواليا. لكن في ممكن بيبقى في وقت عادي حد يبقى مسؤول مني، بيهتم بيا، بيعتني بيا، بياخد باله مني. حقيقي. بس ده بيظهر بقى معانا بعد ما بنكبر. ايوه، لان الطفله اللي جوايا لسه محتاجه الاحتياجات دي، مستنيه تتسدد لها. ايوه، ما انت خلاص بقى كبرتي، ففتره وراحت. انا كبرت بس ما حدش شجعني كفايه، كنت بتقبل بالشروط. لما كنت اجي اعمل حاجه ما تعجبهمش فيتقال لي اوعي اوعي كده ما تعمليش. يعني انا مثلا حد صاحبتي قالت لي انا كرهت ادخل المطبخ. ليه؟ انا بحب اقشر الجزر كده وماما عايزاني اقشر الجزر. ايوه بتحصل كتير قوي. عارفه جه في بالي انا ام البنتين دايما يقولوا لي شبعي بنتك حب، اديهم حب علشان ما يروحوش يدوروا عليه بره. ايوه، فالفكره اللي كنتي بتشرحيها فعلا، بناتي محتاجين يشبعوا حب علشان لما يكبروا ما يبقوش عمالين يدوروا عليه في اي حته ومن اي حد.
أيوة. خلينا نسميها حقيقي يشحتوه من اي حد. يشحتوه من اي حد حقيقي. فعلا. طب ايه كمان بقى ممكن اللي يكسر الطفل من هو صغير وتفضل معاه؟ لما بيبقوا مش يا زي ما بتقولي يشبعوا حب عشان ما يطلبوش من بره. احيانا لما ببقى مش شبعانه حب، اي حد من بره يبين لي اهتمام او حب بروح معاه. فده بيعرضني للاستغلال، للإساءات، تحرش، الإساءات الجنسية، استغلال عادي، انه الناس تطالبني اعمل حاجات انا مش عايزه اعملها واضطر اعملها علشان انا مستنيه حد يحبني ويقبلني زي ما انا. المشكله انه ده بقى تاثيراته بتفضل معانا، لان انا بتكسر وبشوف نفسي عاجزه وضعيفه، وبلوم الطفله اللي ما دفعتش عن نفسها وما عملتش حاجه لما حد اذاها، وبشوف الطفله اللي جوايا ضعيفه وبتوريني ضعيفه، فبكرهني، بكره الطفله اللي جوايا لانها بتحسسني بضعفي، وده بيخليني وانا كبيره الومها انها ما دفعتش عن نفسها. لو فكرت بس حته صغيره اني انا بفكر وانا كبيره لو مكانها كنت هعمل ايه. أيوة. لكن هي ما كانتش قادره تعمل حاجه غير انها بتستقبل الحب، مش مديه اخوانا. اوكي. فانا محتاجه احس بيها كطفله واشوفها، بس انا بتكسر لاني بحس بالعجز، ده بيفضل معايا طول الوقت وانا كبير. بكره نفسي واشوف نفسي ضعيفه وهكذا. ده موضوع مهم قوي. بس ده مش هينفع نكمل غير بقى واحنا بناكل البطاطس الحلوه حمر البطاطس ونسخن ممكن الزيت. نبتدي. تعالي اساعدك علشان ايه يا ريت. يلا بينا. بمناسبة الطفل الداخلي، تحمير البطاطس ده بيفكرني بموقف. مرة ماما كانت عايزة تعلمني أحمر بطاطس، فكنت بخاف قوي من صوت الطشة والزيت وكده، فكنت بعمل إيه؟ أرمي البطاطس في الزيت وأجري بره المطبخ. كلنا كنا بنعملها كده لغاية دلوقتي على فكرة أحيانا. أيام حلوة وذكريات جميلة. طيب خليني أرجع وأسألك على سؤال أو مثل أنا متلخبطة فيه. اتفضلي. مثل بيقول فاقد الشيء لا يعطيه. فانا لو مفتقده او ما خدتش الحاجات دي وانا صغيره، ده هيأثر عليا ازاي دلوقتي وانا كبيره مع نفسي ومع عيالي ومع جوزي وفي حياتي يعني؟ وفاقد الشيء لا يعطيه. في حته صح ان انا فعلا لو ما اخدتش حنيه كافيه وانا طفله، انا مش بعرف ابقى حنينه مع عيالي. ففي حته حقيقيه، لكن في اوقات بيحصل العكس. ايوه، ما هو ده اللي انا عايزه اقوله بقى. في شقين، عشان كده انا متلخبطه في المثل ده جدا. أنا المقوله دي بصراحه مش مقتنعه يعني بيها. يعني في ناس تقول لك مش هينفع يعملوا ده لانه ما جربوش ما خدوش. في ناس تانية تقول لك ده بالعكس، ده ممكن يدي بزياده قوي الحاجه اللي اتحرم منها. ايوه، لاني بعمل ده كانه بعوض لنفسي. بشبع اني بديهم الحنيه اللي كنت اتمنى حد يديها لي وانا صغيره. فده بيشبع الاحتياج اللي جوايا شويه. يعني ففي ناس بتعرف تعمل كده، في ناس بتعرف تعمل كده، وفي ناس مش بتعرف. بصوا احنا مش استنباط، يعني ما فيش بني ادم زي التاني، ما نقدرش نعمل قاعده تمشي علينا كلنا. لا، في ناس من كتر ما هم ما شبعوش حنيه، هم مش عارفين يبقوا حنينين، بينشفوا. عارفين يعني ببقى كاني انا العدم اني اخدت حنيه ده وجعني، فانا ببعد عن الحته دي خالص. فمش بعرف ابقى حنينه مع حد. زي تعليمة سوري يا ساره اذا كنت قطعتك، يعني اللي هو الطفل الولد وهو الصغير يقول لك ما تعيطش انت راجل. فبنتعلم من واحنا صغيرين، رغم انه راجل يعني انسان في الاول وفي الاخر، فينفع يعبر عن مشاعره، لكن بنتعلم او بنعلمه انت راجل، ما ينفعش تعبر عن مشاعرك، ما ينفعش تبان ضعيف، ما ينفعش تعيط. اعتقد ده برضو بيأثر علينا. ايوه، عشان الثقافه بتاعتنا كل الشرق عندنا العياط ضعف. فالولد لو عيط يبقى ضعيف، فالراجل لو عيط يبقى ضعيف، في حين ان دي حاجه طبيعيه جدا ربنا مديها لنا ننفس عن حزننا بيها. ايوه، فهي غلط لانها بتخلي كلنا نطفي المشاعر بتاعتنا. مش مقبول. انا هبقى ضعيف، مش هتقبل، هبان اني مش كويس، وانا عايزه ابقى قوي، وانا عايزه ابقى كويسه، فبنطفي الحاجات دي. انا بحس انه اختيار،
يعني انا ممكن اختار ان انا فعلا اغير اللي حصل لي وانا صغيره واعوضه في ولادي، واحيانا بختار لا، انا هعمل نفس اللي كان بيحصل لي، وانا هربي عيالي زي ما انا اتربيت، هربيهم بالضرب وبالعنف وبالشده. فبحس انه ده اختيار. بصي هو بيبقى اختيار بعد لما نقرا او نحضر حاجه زي كده ونبقى عندنا وعي بنفسنا، لكن قبل كده لا، بيحصل بطريقه لا شعوريه وانا مش فاهمه نفسي، بلاقي نفسي بعمل حاجات ومش ببقى واخده بالي. يعني انا ممكن ايوه ده يخليني كنت لسه بفكر في سؤال. انا ببقى واخده قرار انه كل الحاجات اللي بتضايقني وانا صغيره أيوة. واللي كانت بتحصل معايا انا مقرره مش هعملها مع ولادي. بس قد بعد ما كبرت واتحطيت في نفس الموقف بلاقي نفسي بعمل كده من غير ما ادرك او من غير ما بالظبط. استوعب، معرفش بالظبط. ازاي. ايوه انا اتحط برنامج جوايا ان هي دي التربيه، ده اللي هيخليهم كويسين، ده اللي هيخليهم يتعلموا زي ما احنا اتربينا، ايوه مع اني مش موافقه على الطريقه، لكن بلاقي نفسي بعملها لانها متخزنه غصب عننا. جوايا، نفس الحاجات اللي الطفلة كانت اللي جوايا. بتضايقني في ماما بلاقي نفسي بعملها تيبيكال بالظبط، رغم ان انا واخد قرار ان انا مش هعمل كده، بس معرفش ايه اللي يخليني اعملها من غير ما احس. عشان الطفله اللي جوايا بيطلع منها ردود الافعال التلقائيه، اوكي. مش انا المتحكمه فيها. الطفله اللي جوايا هي المتحكمه. ما هي الطفله التلقائيه دي عايزين ندفنها بقى، عايزين آه. نخلص منها عشان هتفضحنا بجد في العصبيه وردود الافعال، فعلا عايزين ندفنها. انتوا يا ريت. عارفين وانا بسمعكم كانه الطفله دي عامله زي القنبله اللي احنا مش عارفين عنها حاجه، اللي بتغير المزاج بتاعنا والمود بتاعنا وحياتنا، متحكمه فينا من غير ما نعرف نعمل ايوه. ايه. الحقيقه لا، الطفله اللي جوايا موجوده ومش هتموت، وبيطلع منها كل الحاجات التلقائيه اللي انا بعملها بطريقه عاديه وانا مش واخده بالي، هتفضل بتحصل. ده يخليني افكر انه اللي ما عاش طفولته بيأثر عليه بعد ما هو كبير. يعني انا هويتي بتتحدد معقوله على طفولتي اللي انا ماليش ذنب في تكوينها، فانا للأسف. ساعتها القي اللوم بقى على ابويا وامي. بصي انا ماليش ذنب في اللي اتشكل فيا وانا صغيره، لكن مسؤوليتي وانا كبيره اني اطلع بره تاثير الحاجات دي واكتشف نفسي واعيش شخصيتي الحقيقيه. ما اقدرش اعيش طب انا هرمي اللوم عليهم، ماشي، طب ما انا مأذيه وانا عايزه اعيش، بالظبط، ما استفدتش حاجه. ما هو انا ماليش ذنب. وهم نفسهم زي ما انتي بتقولي انا رافضه حاجات من اللي ماما كانت بتعملها بس بعملها هي، ما هم نفس الحكايه على فكره. ايوه تدريج بقى. هم اتربوا كده فربوني كده، هم متخيلين انهم عملوا احسن حاجه في الدنيا. يعني انا بالنسبه لي ماما كانت اللي هو قواعد، نحافظ على هدومنا، نحافظ على الحاجات، وكانت بتفتخر انه واحنا اطفال ما شالتش اي حاجه من مكانها واحنا ما مديناش ايدينا على ولا حاجه. مش واخده بالها انه ده قتل فينا المبادره. ما هو في الاحتياجات النفسيه دي ليها اثار، وانا طفله لما بتساب اكتشف الحاجات، وانا كبيره ببقى عارفه يبقى عندي مبادره. انا مش عارفه ده لاني اتحرمت منه من وانا صغيره. بتفتحي في دماغي كده شويه حاجات وبتحكي. يعني مثلا انا دلوقتي لما حد بيتكلم بشوف مثلا ناس ما بتعرفش تاخد رياكشن، او لما حد بيزعق تلاقي حد بيقعد ساكت، وهو رغم ان هو كبير وينفع يدافع عن نفسه، بس بيتخض ويسكت وبيبقى مش فاهم هو ساكت ليه. فده ممكن بقى يرجع للطفوله. عارفه بقى يا نوره، لانه واحنا صغيرين كان لو ماما قالت حاجه ما ينفعش نرد، لازم نقعد ساكتين. هو ده الادب والاخلاق والتربيه. صح. فانا ما اتمرنتش عبر، انا اتمرنت على السكوت. فدلوقتي حتى لو عايزه اتكلم انا ما عنديش اللغه اللي اعرف اتكلم فيها. صح. انا اتمرنت على ده من وانا صغيره، بسكت. فلاقي نفسي انا حتى وانا كبيره لو تعرضت لموقف في حتى اساءه انا بتكتم واسكت. عشان انا اتعلمت من وانا صغيره انه مرض حتى لو اتاذيت اسكت برضه. بالعكس، ده احنا كان مثلا اهلنا يفتخروا انه لو حد قال لنا حاجه بنقول له ربنا يسامحك. أيوة. وما نعملش اي حاجه. فانا بتمدح اني مش بعلن عن حقي وادافع عن نفسي، وده غلط طبعا، ويأثر عليا وانا كبيره، بيخليني اتظلم وما اعرفش اعمل حاجه. بيخليني اشوف انه الادب
ان انا ما اردش، الادب ان انا اتظلم واسكت، فده بيسيء لي. لاحظت كتير قوي بقى انه في بنات لما بتترفض في الشغل، بتترفض في الجواز، في العلاقات، ده بيأثر عليها نفسيا. هل ده كان ليه تأثير او ليه علاقة بيها وهي صغيرة، بالرفض اللي حصل لها وهي جداً. صغيرة؟ جدا، لانه انا ببقى حساسه جدا جدا للنقد والرفض وانا طفله. فانا اترفضت او كان بتقارن او بينقدوني كتير قوي جامد، فانا الموضوع ده تعبني وسكت. وما كانش ينفع اعمل حاجه، ما كانش مسموح لي، ما كانش متوافق. انا ما يصحش اعمل اي حاجه، لازم اسكت. فانا ده موجود جوايا. لما بترفض بقى وانا كبيره، الحكايه بتتضرب في 2 وفي 10. ايوه، بتتأذي جامد. ببقى حساسه جدا لاي رفض او اي نقد يجي لي، الاقي ان انا بتاثر اكتر من اي حد تاني ما تعرضش لده وهو صغير. وده طبعا بيخليه لما بيكبر يبقى عنده عدم ثقه رهيبه في نفسه وصغر نفس. ده حقيقي. ايوه، دي بتاثر جامد. ده الموضوع طلع كبير قوي، والحاجات كلها متعلقه بالحاجات المدفونه جوانا. ايوه. بس لفت نظري بقى الحاجه مهمه قوي، وانا مبسوطه ان انا عرفتها، ان انا جوايا 2، حد كبير وحد صغير. صح. والمفروض اعمل اتزان بين الصغير والكبير، لان كل واحد ليه دور لازم ياخد حقه فيه. يا سلام على الريحه، انا جوعت جدا. هناكل امتى بقى؟ يلا احنا جاهزين. يلا فين؟ انا ممكن ارش لك الملح على البطاطس؟ هاتي. في كاتشب ولا ما فيش؟ استني كده ما اشوف في الدولاب. شوفي. معموره، دوقيها كده، حاساها مش مستويه. شوفيها كده. هدوق واقول لك. هي خلاص الناجتس خلصت، هطلعها دلوقتي وننقنق كده مع بعضينا ونكمل. طبعا حلوه قوي بجد. استوت؟ طب الحمد لله. دوقي كده وطمنيني عليها. حالا الناجتس طالعه. طيب استغل الوقت لغايه ما هي تطلع الناجتس ويتحمر كده يبقى حلو. اللي انا فهمته بقى ان انا عندي 2 جوايا. ايوه. واحد كبير واحد صغير، والاتنين مهمين. صح. وده ليه دور وده ليه دور. ايوه. والمفروض اخلق توازن ما بينهم. انا عارفه اني بقول كلام كبير وحاجات كتير قوي. كلام كبير قوي ما كنتش متوقعه. والمفروض بقى انت قلتي لي الطفل الصغير اللي جوايا ده لو احتياجاته ما اتسددتش من هو صغير، هتفضل لسه موجوده عايزه تتسدد حتى لو كبر. ايوه. اعملها ازاي بقى واوازن بينهم الاتنين ازاي؟ بصي، الكبير اللي جوايا هو العقل الواعي المنطقي اللي عايز يعمل كل حاجه صح زي ما علموها له او عملوها معاه وهكذا. اهم حاجه ان الكبير ما يكتمش على نفس الطفل اللي جوه، لانه طول ما الكبير كاتم على نفس الطفل اللي جوه بيعمل زي اللي كانوا بيعملوه فيا زمان. فالطفل قاعد مكتوم على نفسه. طيب ازاي بقى اوازن ما بينهم؟ وازاي السؤال التاني اللي هو ازاي بقى اسدد الاحتياجات اللي ما خدهاش وهو صغير رغم ان هو كبر؟ اعملها ازاي؟ ما اكيد مش هرجع بالزمن بقى. احنا عايزين يعني ايه خطوات بسيطه كده نقدر نحققها. يعني ازاي اعيش الطفل اللي جوايا برضو بشكل برضو يعني محترم ولائق يليق كده بسننا يعني. بصي، الطفل اللي جوايا هو بيحاول يتواصل معايا. ازاي اعرفها ازاي دي؟ لسه اقول لك. من ردود الافعال التلقائيه اللي بتحصل، بلاقي نفسي عملت كذا واستغرب. ده الطفل اللي جوايا في رد فعل تلقائي. الاحتياجات اللي موجوده جوايا اللي مش متسدده دي جايه من الطفل الداخلي اللي جوايا. الافكار اللي بتدور جوايا من غير ما اخد بالي وبتعمل لي مشكله. تمام. او ما بتعمليش مشكله، لان الطفل اللي جوايا متخزن عنده كل حاجه، الحلو والصح. الصندوق الاسود بتاعي يعني. الصندوق الاسود. فمتخزن فيه الحب والقبول والحنان اللي انا خدته، ومتخزن فيهم القسوه والمواقف المحرجه والرفض والمقارنه وكل حاجات صعبه حصلت لي. فهو عنده كل المفاتيح. ماشي. فانا مش محتاجه اموته، انا عايزاه يعيش لان هو معاه المفاتيح اللي هتساعدنا. خلاص احنا اتفقنا مش هندفنه زي ما احنا مش هندفنه. اوكي. فاحنا عايزين نديله نبضه الحياه اللي هو عارفه الكهرباء بتاعت العمليات اللي هو لما حد يقول كده. ايوه. فاحنا نعملها ازاي دي بقى؟ الاول نديله فرصه يعبر. يعني هو بيديني
مفاتيح زي ردود الافعال التلقائيه اللي بتطلع مني، زي المشاعر اللي بحسها الاقي نفسي حاسه بالذنب او الخوف او العجز مع ان مفيش حاجه تخوف. ايوه اوكي، فانا لازم انتبه لما الاقي نفسي حاسه الحاجات دي. وبعدين هو انا ليه حاسه بكده؟ في شويه افكار عماله تدور جوايا انا مش واخده بالي منها، بتعدي بتطلع مشاعر زي كده، عايزه انتبه لها دي كمان. كل دي مفاتيح الطفل اللي جوايا بيديهاني. فاجيب ورقه وقلم واقعد اكتب الافكار اللي انا بفكر فيها او اجاوب على الاسئله اللي انت قلتيها دي دلوقتي. احسن طريقه ممكن اعملها، لانه ده بيخلي عقلي الواعي يشتغل مع الطفل اللي جوه ويتصالحوا مع بعض. ما انا بحاول الاقي ايه اي تواصل ما بيني وما بين اللي جوايا. فلو هجيب ورقه وقلم وهكتب مثلا ايه الشعور اللي انا حاسه بيه دلوقتي، صح؟ ايه سببه؟ ولو انا مش متعوده احس بقالي شويه بالظبط طافيه مشاعري، انا محتاجه كل شويه كده اول ما اخد بالي في اي موقف او في اي وقت اقول وانا حاسه بايه دلوقتي، والقط احساسي واقوله لنفسي. انا زعلانه انا زعلانه ليه؟ ايه اللي ضايقني؟ مثلا لما فلانه دورت وشها الناحيه الثانيه، ايه اللي خلاني احس انها بتكرهني؟ الرفض ده بقى، ده اللي احنا اتكلمنا عنه. ايه اللي خلاني احس بالرفض؟ في فكره وراها بتقول اني ترجمت انها بصت الناحيه الثانيه انها مش طايقاني. انتبه للحاجات دي واخد بالي، وهلاقي افكار كتير طلعت ما انا صدقتها من غير ما اخد بالي من وانا صغيره، وعايشه بقيس بيها الحاجات. ماشي، فانا تواصلت مع الطفل الجوي الصغير وعرفت ايه الاحتياجات. طيب اسددها له ازاي بقى دلوقتي؟ اتواصل بقى، يعني الطفل الجوي زي الطفل اللي بحقه حقيقي. الطفل ايه؟ عايز يتشاف. اعملها ازاي طيب؟ اشوفه ازاي جوايا؟ طب انتوا مش بتلاحظوا انه لو انتوا غبتوا عن عيالكم شويه وهم اطفال تلاقوهم بييجوا يناقشوكوا كده او ينادوا عليكم؟ مش عايز يقعد لوحده. الطفل عايز حوار، عايز يتشاف. فانا هحاول اشوف الطفل اللي جوايا. ماشي. وبعدين مثلا انا ممكن اجيب صورتي وانا صغيره واتكلم معاها واتوقع هي هترد عليا تقول لي ايه، استحضر هي في زمان حست بايه. ده هيفهمني اكتر ايه اللي حصل جوايا. ده هيخليني اروح لنقطه تانية كنت مأجلها شويه. لما اجيب صورتي وانا صغيره ده ممكن يسترجع بقى بذكريات مؤلمه كنت لسه هقول انا عشتها من وانا صغيره. يعني دايما انا في مواقف كده بفتكرها لغايه دلوقتي معلقه معايا. ببقى مش عايزه افتكرها يعني. واحيانا مثلا لو شارع مضايقني ببقى مش عايزه اعدي فيه لان الشارع ده ضايقني او المكان ده ضايقني. فعلا بندفن الذكريات المؤلمه، او عارفه اللي هو بندخلها اعماقنا بنخبيها وخلاص. علشان ما نخرجهاش او ما نفتكرهاش، عشان بتوجع قوي. ايوه بس ما بتموتش. كويس. يعني ده اكتشفته بعدين انه انا ببقى موجوعه بس انا مش عارفه ايه سبب الوجع. عشان كده انا لو هعمل التدريب بتاع اجيب صورتي وانا صغيره انا لازم اكون في حاله حلوه وقادره اعمل ده، لانها هتطلع حاجه توجعني. معلش هاجي في الحته دي. على طول بنسمع في برامج بقى وحاجات تدريبات يقول لك حبي نفسك، احضني نفسك، اقبلي نفسك. اعملها ازاي يعني؟ احضن نفسي ازاي ولا احب نفسي ازاي وانا اصلا اتعرضت لكميه حاجات تكرهني في عيشتي وتكرهني في طفولتي؟ انا مش عايزه افتكر طفولتي. عارفه يا ساره وانت بتقولي دلوقتي وريتيني، صلحي لي لو انا صح، انه هم كرهوا حاجات فيكي وانت صغيره خليتك تكرهي نفسك فانت مش عايزاها تاني. فهم كرهوني وانا كرهت نفسي. انا محتاجه ارجع اشوفني، انا مش سودة كده قوي، انا مش كل حاجه عندي وحشه. الحاجات اللي كانوا بيقولوها واحيانا بتبقى وصلتنا رسائل سلبيه هم ما يقصدوهاش بس جاتني كده. يعني مثلا لو ماما مش بتلعب معايا وانا طفله يبقى ما بتحبنيش، واصدق اني ما اتحبش وما استحقش الحب. كويس. محتاجه وانا كبيره بقى دلوقتي اشوف المميزات بتاعتي واكتبها، واشوف الحاجات اللي انا شاطره فيها واقولها لنفسي. اشوفني واشوف الرسائل الحلوه اللي وصلتني من ناس طول عمري. زي ما انا شايفه الرسائل الوحشه فرضه نفسها عليا ومسوده الشاشه. ايوه. طب ما في حاجات تاني حلوه حصلت بس بتعدي لانها مش معلمه.
انا محتاجه اقعدها معايا بالعافيه علشان افتكرها. دايما اللي بيوجع هو اللي بيعلم، مش الحلو اللي أيوة. بيعلم. فانا عشان كده انا عايزه اجيب الحلو واخليه يقعد معايا، وده اللي هيعمل التوازن اللي انت كنتي عايزه تقولي عليه. اني هشوف الرسائل السلبيه وعملت فيا ايه، والحلو الرسائل السلبيه عملت فيا ايه، والحلو وعمل فيا ايه. اوكي، طب خليني بس ارجع لحته لو انا افتكرت ذكريات مؤلمه عن طفولتي، اتعامل معاها ازاي؟ يعني انا عارفه انه الجرح لو ما عالجتوش وحطيت عليه حاجه هيفضل يوجعني لانه وهيلتهب. هو انا مش شايفاه بس هو موجوع، لازم يتعالج من السورس ويتطهر علشان تبقى البدايه حلوه. تعالي نقول انت عندك ولاد يا مرة صح؟ طيب لو ابنك جالك متعور وبيعيط، اوكي، هتعملي ايه؟ اول حاجه بعملها باخده اطهره رجليه، وبعد كده باخده بالحضن اطبطب عليه، وبعد كده بقى بداوي له الجرح. هعمل كده مع نفسي بالظبط، بس خليني هاخد بالحضن الاول. هاخد نفسي بالحضن ازاي؟ هقدر وجعي. عندك حق تتعبي، من حقك تبقي موجوعه. اللي اتعمل فيكي مؤلم. هقول لنفسي كده، انا محتاجه اسمع الكلام ده او الطفله اللي جوايا محتاجه تتقدر، ومحتاجه حد يشوف انها كان عندها حق تتوجع. هلومها ان هي كانت سبب الوجع. هلوم اللي وجعني، بس هي ما دفعتش عن نفسها، ما كانتش تعرف، هي صغيره. وهنا الفرق بين الكبيره والصغيره، وده اللي يعمل توازن. الكبيره انت بتحكمي على الصغيره كما لو كانت عندها حاجه و30 سنه، لكن هي ما كانش عندها حاجه و30 سنه. انا كنت 4 سنين واتقال لي حاجه خلتني اشوف نفسي وحشه. اي طفل عنده 4 سنين هيتقال له الحاجه دي هيشوف نفسه وحش. اوكي، كويس؟ فهو مش حاجه و30 سنه، هو 4 سنين. فالطفله اللي جوايا 4 سنين عايشه بالحته اللي وجعتها وهي 4 سنين، لسه واقفه عند ال4 سنين. اوكي، فانا ما اقدرش الومها. عندك حق كنتي تتوجعي، كنتي تستحقي يتقالك كلام ايجابي، كنتي تستحقي حد يعلمك بدل ما يلومك على الغلط. كنتي تستحقي لما تيجي وانتي غلطانه تلاقي مسانده، وتلاقي حد بيقولك تعملي ايه، ومعلش بنتعلم من الغلط وينفع نصلحه تاني. هتكلم مع الطفله اللي جوايا دي، هتبناها. اوكي، كأن معايا طفل بحقه حقيقي، وانا بعمل حوار معاه، بقول لها اللي كان نفسي يتقال لي وقتها، واقول لها انا معاكي على فكره، احنا دلوقتي محدش يقدر يأذينا. محتاجه اقبلها قبل ما احبها، عشان دي حاجه صعبه مش سهله ان انا اقبل نفسي بغلطاتها، بالحاجات اللي وقعت فيها وهي صغيره، واقبلها بنفسها كده. ايه اللي هيساعدك تقبليها يا حاسه لما ابتدي اخد خطوات، يعني ابتدي اخد خطوات. زمان لما كانوا بيقولوا لي انت فاشله، لا انا في ايدي دلوقتي ان انا ابتدي اشتغل على نفسي وابتدي اثبت للناس ان انا ناجحه. وبتهيألي دي حاجه هترضي الطفل اللي اتكسر. خليني اثبت لنفسي انا الاول، انه انا وانا صغيره كان في كذا حد بيقول لي انت فاشله، فلما كبرت لا انا عايزه انجح واوري نفسي ان انا ناجحه وبعرف اعمل ده، واوري الناس وتعوض الكسر اللي حصل فيا وانا صغيره. بس يعني انت اول حاجه عايزه تعمليها انك تشوفي الحاجات اللي انت ناجحه فيها وانت كبيره. ده حقيقي، ما اعملش حاجه انا ما بعرفش اعملها وافشل تاني واتكسر تاني. بالظبط. فانا عايزه اقول لنفسي انا نجحت في 1 2 3 4، انا مميزه في كذا وكذا وكذا وكذا، انا استحق المدح والتقدير، بس انا لاني بني ادم مخلوق على صوره ربنا، حتى لو ما عملتش حاجه استحق اتقبل زي ما انا. صح، مش لازم ادفع ثمن قبولي، انا مش لازم ابقى بعمل كل حاجه صح عشان اتقبل واتحب. انا استحق اتحب حتى لو في عيوب ونقصات، لاني بني ادم طبيعي عندي مميزات وعندي عيوب. حلو ان انا اوصلها لاولادي. طبعا لما تعيشيها هتعرفي توصليها لاولادك. ده حقيقي. كمل. يعني كتير بنتي لما تبقى داخله امتحان اقول لها انه انا بحبك، جبتي درجه وحشه جبتي درجه حلوه، انا بحبك. ايوه، وخليكي عارفه ده. ايوه، فبحس انه الحته دي بتطمنها. انت كان نفسك يتقالك كده وانت صغيره؟ طبعا اي حد كان نفسه يتقال له كده، انه انا بتحب من غير اي شرط. فرق جامد قوي وانا داخله على الامتحان وحد بيقول لي لازم تجيبي الدرجه النهائيه والا. أيوة. او حد بيقول لي انا بحبك، ادخلي امتحان اعملي احسن حاجه عندك وانت كده كده مقبوله، مش مهم هتجيبي كام، انت برافو عليكي عملتي احسن حاجه عندك. صح.
انا لما اقول الكلام ده للطفله اللي جوايا هنتصالح مع بعض، وهي هتكبر شويه، لان بتبتدي تنضج، بتبتدي احتياجات اللي كانت محتاجاها تتسدد لها شويه شويه. فالوعي بيفرق. طول ما انا عندي وعي وعارف وبتصالح مع نفسي وبشوف نفسي، فهعرف اخد خطوات اكبر من نفسي بدل ما افضل قاعد زي ما انا حقيقي. واقعد الوم الناس اللي حواليا. حقيقي. وكل ما اقول كلام للطفله اللي جوايا كانت محتاجه تسمعه، كل ما انا هنضج، وكل ما تاثير الحاجات اللي كانت بتحصل عليا اللي مخلياني حساسه جامد قوي للنقد أيوة. والذنب يقل، لاني ابتديت اشوف المميزات بتاعتي. مش قادره اعبر عن احتياجاتي، هبقى قادره اعبر شويه لاني ابتديت اسمع نفسي وادور على الناس اللي انا بحس معاهم بالامان وقابلني زي ما انا، واقضي معاهم وقت شويه، فده يعمل لي بالانس. توازن. حلو قوي. طب ناكل بطاطس بقى. بنت. كنت لسه اقول البطاطس والناجتس بنت بقى. ناجتس جدا. بصراحه مش معقوله. يلا بينا. اتفضلي. يلا بينا. شكرا. احلى ناجتس يا ساره. حلوه. شكرا.